اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. صباح الفل، صباح السعاده والهنا، مساء الخير، مساء السعاده والهنا. النهارده ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. احنا في رمضان وداخلين على العيد الصغير. العيد الصغير يعني السمك، يعني الفسيخ والرنجه والكلام الجامد ده. انا جبت كيلو فسيخ وقلت اعمله معاكم عشان ان شاء الله ناكله النهارده 10 رمضان، عشان اقول ناكله ان شاء الله مع بعض في العيد باذن الله. هو بياخد 15 يوم او 20 يوم بالكتير قوي. انا جبت كيلو فسيخ، 3 فسيخات. على فكره ده سمك بوري مش دبار. بصوا، اللي لو بقه مبوس كده يبقى دبار، لكن لو بقه عريض يبقى بوري. بصوا السمكه البوري راسها عامله ازاي، شايفين؟ بصوا، شايفين الفك اللي من تحت ده؟ شايفين؟ يا رب يكون باين معاكم. بصوا عامل ازاي الفك اللي من تحت ده. بصوا، انا هغسله دلوقتي. طبعا هو بيتعمل بايه؟ سمك بوري وملح خشن وشطه بس. فانا هغسله دلوقتي وهسيبه معايا يتصفى. بص مش هفتحه طبعا. بص انا هغسله، بصوا بغسله ازاي. طبعا اي حته تعمل ريحه زفاره هغسله منها كويس. ما هو هغسل الزعانف دي كويس، بتبقى ممزلقه كده. طبعا مش بقشره. الزعانف برضو من هنا كويس جدا، الزعانف بتاعت الظهر. بصوا بقى، هفتح من جوه كده واغسل بقى. بصوا السمكه حمرا ازاي، بصوا النخاشيش بتاعتها عامله ازاي، حمرا ازاي وجميله صبحه ازاي. عندي ايدي كده كويس هنا كده واغسل كويس قوي. انا بعمل فسيخ تحفه تحفه. اكمل غسيله وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو، خليكم معايا. بصوا انا مديت ايدي في النخاشيش، بص طلعت منين. شايفين بق السمكه؟ مديت ايدي، بصوا بق السمكه خليته نضيف فله. بصوا خليته نضيف فله، حطيت جواه ميه خليته نضيف فله. بصوا، ومديت ايدي هنا، بصوا من الناحيه دي، ده طلعت الناحيه دي، خليتش فيها اي حاجه، خليتها زي الفل. طبعا هو مش بيتفتح، السمك البوري مش بيتفتح. هعمل ايه بقى؟ اديني غسلتها اهو، بمسكها ازمها على ايدي كده كاني بعصرها بس بالراحه خالص. بصوا بقى، شايفين الحركه دي؟ لو ايدي تبين لكم. بصوا الدم، بصوا الدم، بصوا الميه عامله ازاي. بصوا انا كاني بنفض راس الفسيخيه من اي دم فيها. بصوا الدم، غسلتها تاني اهي زي الفل، كان الدم اللي نزل. بصوا بقى معايا مصفى، شايفين المصفى دي اهي، اهي السمكية اهي على بقها في المصفى اهي لمدة 6 ساعات 7 ساعات لحد ما تتصفى براحتها، لحد ما تتصفى براحتها. 6 ساعات 7 ساعات، بس لازم اكون مغطياها عشان ما تجيش عليها اي دبانة ولا حاجة او هموشة. لازم اكون مغطيها كويس. تمام. هغسل كل السمك واحطه في المصفى كده وارجع لكم، خليكم معايا. بصوا انا غسلت السمك وقلبته يتصفى، كفيته كده على بقه يتصفى، يصفي كل الميه اللي فيه. هنعمل بقى مع بعض دلوقتي الخلطه اللي هنحشي بيها. استنوا هوريها لكم. بصوا الخلطه عندي عباره عن ايه. الخلطه عندي عباره عن، بصوا الملح الخشن ده، الملح الخشن ده مش بينشف البوري، مش بينشف الفسيخ، ويعني مش بيخليه ناشف، بيخليه طري وحلو، ومش بيحدقه. بصوا 3 معالق كده ملح خشن، ما تكتروش يا جماعه، مش بكتر والله. 3 معالق ملح خشن ومعلقه واحده بس شطه، عشان الناس اللي هتاكل منه مش بتحب الشطه، فانا هحط معلقه واحده مش كتير، مش معلقه كمان، اقل من معلقه. هقلبهم على بعض. طبعا انا مش هحشي دلوقتي، بس انا جهزت الخلطه. انا مش هحشي دلوقتي لان انا مستنيه لما البوري بتاعي يصفي كل الميه اللي فيه. بصوا سهل وبسيط ازاي، وبيطلع احلى بوري في الدنيا.
انا هستنى لما البوري ينشف معايا خالص ويصفي كل الميه اللي فيه، عشان لو ما صفاش الميه بتاعته هيعمل ريحه وحشه. خليكم معايا. بصوا بقى الفسيخ البوري نشف معايا ازاي، مبقاش فيه اي ميه. دي الخياشيم، بصوا نشف معايا، بصوا من جوه زي الفل ازاي، ولا طينه اللي بتبقى فيه دي ولا الهوا. بصوا خليته عامل ازاي، بصوا الخياشيم حمرا ازاي وجميله، غسلها مخليها زي الفل ما فيهاش الهوا. بصوا حمرا وصابحه زي الفل. انا سبت وقت طويل لما نشف كل ميته. بصوا بقى معايا الملح اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. انا همسك الملح بسم الله واحشي جوه الخياشيم، همسك الملح واحشي جوه الخياشيم بسم الله. وهمسك السمكه نفسها من بره، بس بعد ما ارصها في الحاجات اللي انا هحطها فيها، في الحاجات اللي هتتخلل في الكيس اللي هخللها فيه، ارش عليها من بره اهي. بصوا الخياشيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده ملح خشن يا حبايبي وعليه شطه. طبعا لازم الملح يكون خشن، لو مش خشن هيخليه لا قدر الله ينشف منك جدا ومش هيسويه، هيبقى حادق. لكن الملح الخشن ده مش بيدوب بسهوله. يلا قومي مستنيه انت وهي، هيجي عليك العيد وتروحي تشتري كيلو الفسيخ ب 200 و 300 جنيه. قومي بسرعه هاتي كيلو يلا اعمليه عشان تاكلي انت وعيالك في العيد، مع كيلو رنجه كده. واعزمي اخواتك، اعزمي اصحابك، اعزمي حبايبك، تهادوا تحبوا. اعزمي حبايبك وكلوا مع بعض. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. بصوا انا حشيت الخياشيم ازاي، بصوا اهي اول واحده واهي تاني واحده. انا بتاكد ان هي اتملت. الملح الناعم هيدوب بسرعه وهيخليهولك لا قدر الله حادق وناشف، ناشف محطب. ومش عايزه تحط شطه على فكره، ما تحطيش، هو بيتخلي من غير شطه. الطبيعي الفسخاني بيخلله من غير شطه، بس احنا يعني بنحط شطه يعني عشان احنا بنحب ناكله بالشطه. بصوا بقى بقيه الملح اللي فاض مني اهو على الفسيخ نفسه. على الفسيخ نفسه. بصوا بقى انا هحط الفسيخ في ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الكيس ده؟ انا هحط فيه الفسيخ دلوقتي. بصوا الكيس ده انا هحط في الكيس بسم الله. السمكه بتتخلل ازاي يا جماعه؟ بطن في ظهر، بطن في ظهر. بصوا ادي بطن في ظهر، بتتحط كده بطن في ظهر. بصوا ادعك السمكه كده بالملح كويس ونحطها في الكيس بطن في ظهر. طبعا انا هحطها في الكيس دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم اهي. بطن في ظهر اهي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكيس ده صغير، انا لسه هحطها في اكياس تانية كتير. تمام. وادي الملح اللي فاض عندي اهو على الفسيخ. بصوا انا عملته ازاي في الكيس بطن في ظهر التلاتة مع بعض. طبعا الكيس ده مش هيتربط، فانا جبت كيس اكبر من كده. كيس بقى شنطه عندك بس تكون حاجه بيضه ونضيفه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نطلع الهواء اللي فيه كله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اربطه كويس جدا.
الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم. على فكرة أنا مرتبكة ومستعجلة عشان المغرب خلاص هتدن. بصوا الجردل ده اهو، بسم الله اهو. اللهم صل على النبي. اقفله كويس واغطيه، الغطا بتاعه اهو اغطيه واكتم عليه. انا ربطته كويس وقلت لكم هقفل عليه. المغرب اتدنت عليا بصراحه، رحت فطرت الاول وقلت اجي اوريكم انا قفلت عليه ازاي. بصوا الغطا بتاعه اهو. لازم يا جماعه، لازم حاجه جامده كده وتقفل عليها كويس. يلا قاعده انت وهي مستنيه ايه؟ قوموا يلا هاتي كيلو سمك بوري ب100 جنيه ولا 120 جنيه، احسن ما تجيبي كيلو فسيخ ب300 جنيه واعمليه على طول. يلا ما تنسيش الاشتراك واللايك يا حبيبتي انت وهي، وتفعلوا الجرس عند كلمه الكل عشان يوصل لكم كل جديد. كل سنه وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.